عرس بحريني سعودي عاشته مملكة البحرين في مختلف منشآتها ووزاراتها، وبرعاية معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شؤون الإعلام، وبحضور سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وكبار الشخصيات. أقامت هيئة شؤون الإعلام احتفالا بهذه المناسبة، كما أقيم عرضا للعرضة البحرينية احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. ويأتي هذا العرس والاحتفال الشعبي البحريني الكبير في ظل ما تحظى به العلاقات البحرينية السعودية، حيث تتسم هذه العلاقات بكونها علاقة تاريخية تقوم على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعب البلدين. ووسط هذه الاحتفالات التي تعيشها مملكة البحرين، أقامت إدارات هيئة شؤون الإعلام احتفالات تعبر عن تقديرهم لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما تشهد العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين تطورا مستمرا على كل المستويات، انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا، ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما. دم واحد ومصير واحد وهدف واحد يربط الأشقاء في دول مجلس التعاون لتبقى صرحا منيعا لتسجل أروع ملحمة الوحدة الوطنية بين الأشقاء عبر العصور.